ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ما غابوا عن العيون قط وما رحلوا عن البال أبدا، بل ما زالت صور بطولاتهم معلقة على جدران ذاكرة التاريخ. إنهم شهداء العراق الأبرار، فهم المحسنون الكر في حومة الوغى، وأحسن منهم كرهم في المكارم. نهدي وقوفا ثواب سورة الفاتحة المباركة ترحما على أرواحهم الطاهرة. اللهم تقبل ثوابها وارحم من أهديت له واحفظ من أهداها، آمين رب العالمين. يتقدم الآن اللواء الركن حامد مهدي الزهيري آمر الاستعراض لطلب الإذن ببدء فعاليات استعراض النصر الكبير. اثبت القطعات المستعرضة. أسبوع مسلحون نكاس. على صهوة المجد يعتلي الرجال، يحدو بهم الزهو والافتخار، وهم يتقدمون إلى منصة التحية لنيل الموافقة على بدء نثر باقات فرحهم، والتي تحملها إلينا أغصان استعراضهم البهيج، استعراض النصر. إذا جلسوا كانوا صدور مجالس، وإن ركبوا كانوا صدور مواكب. اللواء الركن حامد الزهيري آمر استعراض النصر يرجع الركن ببدء مراسم الاستعراض. سيدي كذا قضى الله للأقلام مذ بريت، إن السيوف لنا مذ أرهفت خدموا. السلام على الشهداء أينما حلت أرواحهم، السلام على البواسل أينما صدحت بنادقهم، السلام على العراقيين أينما حلت أقدامهم ونبضت قلوبهم. السلام عليكم أيها المهنئون الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وبحضوركم إلى فعاليات استعراض النصر الكبير، الذي يقام بمشاركة قطاعات تمثل جيشنا الباسل وشرطتنا الميامين وحشدنا الشعبي المجاهد، وذلك بمناسبة يوم النصر وتحرير موصلنا الحبيبة. في القلب نحمل للغالين تهنئة
تنثر شذاها عيون النصر في وطني. كادوا المستهدفة عادتين سلم. على بركة الله بدأ أبناء جيشنا العراقي الباسل وشرطتنا البطلة حشدنا الشعبي المجاهد استعراضهم البهيج الذي توسم بالنصر عنوانا له، النصر الذي لاحت بشائره من مدينة الموصل الحبيبة وما سطره الغير العراقيون الملاحم بطولية مميزة أذاقوا فيها دواعش الإرهاب والجريمة مر الخذلان والهزيمة، ولتعود الموصل عزيزة مكرمة إلى أحضان الوطن الحبيب. رجال نزلنا حومة المجد كلنا، ومن يهتدي للمجد ينتزع النصر. رجال إذا نامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر. نستقبل الآن سوية رجال العراق الميامين، فخر السواتر والميادين. عجلة أمر الاستعراض تتقدم الاستعراض العسكري. علم العراق، الراية الخفاقة في المعالي التي حملتها القلوب قبل الأيادي. لنقف جميعا تحية إجلال وإكبار لراية العراق. هي راية صاغ الإله حروفها ومواكب من عزمها تتسطر. رمز العزة والكرامة والإباء، علم العراق. شعار جمهورية العراق، رمز الحضارة والأصالة والأمجاد. سيد الأمم والبلدان وتاج الشعوب والأوطان. خارطة الوطن الواحد مؤطرة بالحب والوحدة والتكاتف والسلام. كوكبة من حملة السيوف العربية، رمز البطولة والشجاعة والإباء. متى أحمل السيف المشطب أصبح طغاة الورى ذلا عراة المناكب. وما الخير إلا في السيوف وهزها وإلقائها في الهام أو في الحواجب. كردوس الكلية العسكرية مصنع الأبطال، والتي سجلت في تاريخ العراق منذ تأسيسها في العام 21 سفرا خالدا يفتخر به كل عسكري ومواطن عراقي. ألف تحية لرجال الكلية العسكرية. قيادة القوات البرية، صناديد الصحراء وأسود البر، لا يعرفون بردا ولا حر. الرافعون بيارق الحق، القابضون على زناد جمر القضية، السائرون على خطى الأحبة الشهداء، رجال البر الأوفياء. شباب القوة الجوية يستعرضون حبهم ووفاءهم في هذا الاستعراض البهيج. القوة الجوية العراقية، والتي كان لها الدور المميز في إسناد القطاعات العسكرية في الميدان من خلال دكها لأوكار وتجمعات الدواعش داخل الموصل وخارجها. تحية لصقور الجو الأبطال، رجال البحر الشجعان. هذه القيادة البطلة التي حفظت المياه الإقليمية وأمنت لها ممراتها البحرية باتجاه دول العالم، حيث امتلكت الأسلحة المتطورة والزوارق المختلفة الأحجام والاستخدام. تحية لرجال البحر الشجعان. طيران الجيش، فرسانه يمرون من أمام منصة التحية في استعراض النصر الكبير. أهلا بحماة سماء وماء وأرض العراق. أهلا بقيادة طيران الجيش. أهلا برجال المهمات الصعبة،
حماك ربي من الأعداء يا بطلا، من أجل عينيك ناصيت سأحنيها. دم في علاك أرى الأعلام قد خفقت في الرافدين، ونصر الله آتيها. قيادة الدفاع الجو البطلة، هذه القيادة التي وإن جاء إعادة تشكيلها مؤخرا إلا إن همة رجالها واندفاعهم بالغيرة العراقية تحدوا الصعاب وبذلوا الجهود للبناء والتدريب. تحية لأبطال قيادة الدفاع الجوي. قيادة عمليات بغداد الحبيبة، هذه القيادة التي تشكلت في مطلع العام 2007 لتؤدي مهاما بطولية كبيرة في حماية مدينة السلام الحبيبة بغداد. رجال قيادة الفرقة الخاصة لرئاسة الوزراء يمرون من أمام منصة التحية، رجال أكفاء متميزون بالخلق والتدريب والواجبات القتالية. تحية لأبطال الفرقة الخاصة. كردوس الانضباط العسكري، عيون الضبط والالتزام التي تتابع ديمومته في رحاب المؤسسة العسكرية ومراقبة حركة القطاعات وتوفير المستلزمات والدلالات لحركة الوحدات العسكرية. تحية إلى رجال الانضباط العسكري. ونستقبل الآن كرئيس وزارة الداخلية، العيون الساهرة على حماية وأرواح وأعراض وممتلكات الشعب والوطن، قوية في الحق رصينة في الأداء. أهلا بوزارة الداخلية. شباب كلية الشرطة يمرون من أمام منصة التحية، ضباط الأمن والقانون في المستقبل القريب. كلية الشرطة العراقية مؤسسة تدريبية مهمة ومتميزة. تحية لطلاب ورجال كلية الشرطة. أهلا برجال الشرطة الاتحادية الأبطال، رجال المواقف الصعبة والمهمات الخاصة، الذين أثبتوا إنهم أهل للنخوة والغيرة العراقية، فكانوا ولا زالوا سيوفا تحصد رؤوس الإرهاب العفنة وتفرض الأمن والقانون. أبطال قوات حرس الحدود، مصابيح العراق الكاشفة عن خفافيش الظلام التي تحاول التسلل لإيذاء شعبه ونهب خيراته بالتهريب والتخريب. قوات مميزة نفذت واجباتها على أحسن وجه. تحية لرجال قوات الحدود. كردوس يمثل الشرطة المحلية التي تقع على عاتقها كشف خيوط الجرائم ومتابعة منفذيها وإلقاء القبض عليهم، فضلا عن تنفيذ كل ما يتعلق بأمور القانون والقضاء والمجتمع. مرحبا برجال القانون من أبطال وزارة الداخلية. أبطال قوات الرد السريع في وزارة الداخلية يمرون الآن من أمام منصة التحية، اليد الضاربة للوزارة والتي حققت العديد من النجاحات الأمنية في القبض على رؤوس الإرهاب ومموليهم من خلال الضربات البرية الخاطفة أو الإنزال الجو الساعق. مرحى لأبطال الرد السريع في وزارة الداخلية. كردوس يمثل الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، هذه التجربة الأمنية الاجتماعية الجديدة التي أثبتت جدارتها من خلال التواصل مع كافة شرائح المجتمع ومد جسور الثقة وأواصر التعاون بين الشعب ورجال القانون من خلال اللقاءات المستمرة والمؤتمرات والندوات والحوارات التي تخدم مسيرة الأمن والسلام. تحية للمنتسبات من الشرطة المجتمعية. تحية لأبطال وزارة الداخلية. كردوس يمثل رجال فض الشغب الجاهزون عندما تقتضي الضرورة والمصلحة العامة حضورهم لبسط الأمن وسلطة القانون
والحفاظ على أرواح المواطنين وحمايتهم وحماية الممتلكات الخاصة والعامة من العبث والتخريب. تحية لرجال فضل الشغب من أبطال شرطتنا الوفية المخلصة. كردوس انضباط الشرطة، هذه الآمرية التي أعيد العمل بها قبل سنوات قليلة لتكون ضابطة للسلوك المهني لرجل الشرطة ولتحقيق النظام العام. مرحى لشباب انضباط الداخلية، طوبى لكم يا رجال الداخلية، يا فرسان الأمن والقانون، يا من تحملون حبكم سنبلة لديمومة الحياة وسيفا على رقاب الإرهاب والمجرمين. تقترب الآن كراديس هيئة الحشد الشعبي، أبناء العراق وفرسان المرجعية الذين لبوا نداء الواجب والجهاد، فتواجدوا في صفوف المواجهة سندا للجيش وندا للأعداء، ورسموا لنا في معرض بطولاتهم أجمل صور البسالة والتضحية والفداء، فسقوا الأرض بأنهار من الدماء، فأينعت أغصان نصر وبهاء. تحية لمجاهدي الحشد الميامين، وتحية إجلال وإكبار لشهداء الحشد الأبرار المخلصين. أتمنى أن أحصل من حشدكم المقدس على بسطال شهيد، فرأسي يبحث من زمان عن تاج يفتخر به. أعطوني بسطال شهيد ولا تمسحوا عنه تراب الميدان، فهو بذلك أحلى من تيجان الأمراء وأغلى من كنز السلطان. فتية ترب العراق ضميرهم، شربوا الشجاعة والكؤوس بها ردا، هم آمنوا بحياتهم متيقنين بربهم، ليقول زدناهم هدى. مرحى لرجال الحشد الأبطال، فتحية إلى كل قادة وأمراء ومقاتلي وفصائل وكتائب وسرايا الحشد الشعبي المجاهد في هذا اليوم المبارك. يا ربيع الخير يا عشق المها، يا صدى الأنغب في عود الشجن، يا جمال الكون يا رمز البهى، نم قرير العين فينا يا وطن. دارنا الأمجاد فيها ولها، فيك نمضي فوق هامات الزمن. شمسنا بغداد فخرا نورها، نورها الأمجاد في ليل المحن. يتقدم الآن أبطال العمليات الخاصة، أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. جهاز مكافحة الإرهاب، هذا الجهاز الذي وضع نصب عينيه أمن العراق وسلامة أبنائه، ويوفر العيش بكرامة تحت ظل القانون. أبطال الميامين كانت لهم بصمة عراقية واضحة على صفحات معركة تحرير الموصل الحبيبة. شكرا لكل من زرع بظل منور ومسح بيد الفرح دمع صغارنا. شكرا لكل من قدر يمحي الأحزان ويشطب الهم نارنا. غيركم طشوا ملح فوق الجروح، وانتو طشيتوا الأفراح بدارنا. مرحبا لصناديد العراق يوم نصرهم الكبير، وتحية
لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب. كوكبة من الخيالة يحيون المهنئين الأكارم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إنها الفروسية، إرث الأجداد وعنوان البطولة. ونحن اليوم مع كوكبة من الفرسان الخيالة يشاركوننا استعراض النصر الكبير. قالوا: رحلت الحبيبة عنوة عن حبيبها وأخذها الظالمون بعيدا، فقلنا ستعود الحبيبة معززة مكرمة إلى أحضان حبيبها مهما بلغت التضحيات. وها هي اليوم تعود إلى أحضان حبيبها بعد أن اندحر خاطفوها الظالمون، ولتعانقه أشد العناق، ولينتهي بينهم ذاك الفراق. فها هي الموصل الحبيبة تعانق حبيبها العراق. يتقدم الآن الركل الآلي المشارك في استعراض النصر الكبير. عجلة أمر استعراض هذا الركل تتقدم الآليات للمرور من أمام منصة التحية، تعقبها عجلات جهاز مكافحة الإرهاب. مرت الآن طائرات السنزا كرفان الاستطلاعية المسلحة تحلو السماء إذا بان الصقور بها، فرسان جيش والسماء ميدانها. عجلات جهاز مكافحة الإرهاب تستعرض الفخر والزهو والانتصار. رجال ونعم الرجال، المدافعون عن كرامة وأمن العراقيين جميعا، إنهم نخبة النخبة، رجال شهدت لهم كل ساحات القتال بالبطولة المتميزة والصولة الشجاعة. صقور القوة الجوية ما زالوا يستعرضون في سماء الاستعراض. صقور البواسل الذين دكوا بصواريخهم الحارقة أوكار الدواعش وأحالوها ركاما، فسجلوا النصر تلو النصر. هذه خيولك قرص الشمس مهبطها، أصائل ما لهوت أعناقها لجم، يا موطنا ما ذوى من مجده فنن، فيك الشباب وفي أعدائك الهرم، كم قاوموك وكم دارت دوائرهم، على ثراك فكنت الموت فانهزموا. أبا الفراتين يا محراب أدعيتي، يا قبلتي بعد بيت الله يا قسم يا عراق. رجال الدروع الأبطال يستعرضون الآن من أمام منصة التحية بدباباتهم
ودروعهما المختلفة النوع والتصنيع والاستخدام. دبابات برانز M1A1، هذه الدبابة الحديثة التي دخلت إلى تشكيلات الجيش وذات المزايا العالية في القدرة التعبوية والمناورة والإسناد وسرعة الرمي ومنظومة السيطرة على النار. هذه الدبابة مسلحة بمدفع عيار 120 ملم ورشاشة نصف عقدة عيار 12.7 ملم ورشاشتين عيار 7.62 ملم وقاذفة رمانات. مرحى لرجال هذه الدبابات البواسل. ويمر الآن تشكيل من دبابات 72 التي تعتبر من الدبابات الرئيسة في الجيوش الشرقية. دبابة روسية الصنع مجهزة بمدفع عيار 125 ملم، تمتاز بدقة في الرمي باستخدام المقدرة الليزرية، كما وتحتوي على رشاشة محورية ورشاشة مقاومة طائرات. السماء سماؤكم، حلقوا فيها بعنفوان، والأرض أرضكم، اهبطوا فيها بأمان. تحية إلى صقور القوة الجوية الميامين. مرحى لقادة وفرسان هذه الدروع الأبطال، وهم يذكرون فرحهم في استعراض نصرهم الكبير. طائرة من القوة الجوية تسير سماء الاستعراض فرحة مع المقاتلين والشعب بما أنجز من نصر كبير. تشكيل من عجلات القتال B1 يمر الآن من أمام منصة التحية. عجلات قتال مدرعة روسية الصنع تستخدم لحمل المشاة والصولة على الهدف بضمان السرعة والتنقل وتأمين الحماية بنيران الأسلحة المزودة بها. هذه العجلات مزودة بمدفع عيار 73 ملم ورشاشة محورية نوع بكتا. على الأرض يسير الأبطال، وفي الجو يحلق الصقور. سرب من طائرات عراقية مقاتلة تمر الآن من سماء الاحتفال. هذه القوة التي كان لها دور كبير في حسم النصر والتحرير. رجال صنف المدفعية، هذا الصنف الحيوي واليد الضاربة والساندة لقواتنا المسلحة. طائرات مقاتلة جديدة وصوت يرعب الأعداء ويسر الأصدقاء. القوة الجوية الضاربة التي حسمت المعركة مع رجال جيشنا وشرطتنا وحشدنا البواسل. مدافع ذاتية الحركة عيار 152 ملم، مدفع ميداني أثبتت قدرته في إسكات نشاطات وفعاليات العدو وتهيئة أرض المعركة لحسم المواقف وصنع الانتصارات. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم. ما زال صقور الجو
يستعرضون إلى جانب أبطال صنف المدفعية. وها هي قاذفة الصواريخ القنبلية عيار 122 ملم جراد، سلاح يستخدم لصب نيران كثيفة ومؤثرة في وقت قصير على الأهداف المعادية، لكونها تحتوي على 40 سبطانا ولها سرعة رمي عالية. نعم، إنه صنف الحديد والنار، هذا الصنف الذي لا يعلو على صوته صوت في كل صفحات القتال. تحية لأبطال هذه المدافع الميدانية. سيظل سفرك خير ما لصحائف التاريخ يهدى، وقصيدة عصماء ملء محافل التاريخ تجدى، أيها الجيش العراقي الباسل. مدافع مسحوبة عيار 122 ملم دي 30، مدفعية الميدان التي تمتاز برميها لأنواع متعددة من العتاد، ومنها الخارق للدرع والتنوير والانفلاق الجوي والدخان. منظومة صواريخ الغورنيت تمر الآن من أمام منصة التحية. هذه المنظومة التي يفتخر صنف المشاة إنه استخدمها بكل دقة وجدارة. صواريخ الغورنيت المضادة للدروع والعجلات المفخخة، والتي يصل مداها إلى 5 كيلومترات. وقد ساهمت هذه الصواريخ بتفجير مئات العجلات المفخخة قبل تحقيق أهدافها الإرهابية. مرحى لرجال منظومة هذه الصواريخ الحديثة. يتقدم الآن رتل قيادة الدفاع الجوي البطلة، والتي تضم طيفاً واسعاً من الأسلحة والمنظومات والمعدات الإلكترونية، من الصواريخ وأسلحة مقاومة الطائرات بعياراتها المختلفة. وهذه أولاً منظومات صواريخ دفاع جوي بانسير أسوان الروسية، والتي تعتبر من أحدث المنظومات في تسليح الدفاع الجوي العراقي، ومن الركائز الأساسية في بناء قدراته، حيث تستطيع هذه المنظومة معالجة الأهداف الجوية المختلفة ليلاً ونهاراً وبدقة عالية وبالارتفاعات الواطئة والمتوسطة، ولها إمكانية الكشف والتوجيه والإطلاق والعمل كوحدة نار مستقلة. ويتبعها في رتل الدفاع الجوي منظومة صواريخ أفنجر الأمريكية في الصنع، صواريخ حرب جو قصيرة المدى، تشكيلات من طائرات قيادة طيران الجيش تزين الآن سماء الاستعراض، فرسان بطائراتهم الجميلة والتي أثبتت حضورها في سماء وميادين المعركة. فرسان طيران الجيش، سيشهد لكم التاريخ إنكم فعلا فرسانها ورجالها، يا من تسيرتم الأجواء بكل شجاعة وإباء، وزلزلتم الأرض تحت فلول الأعداء، فكان النصر حليفكم. طائرات جميلة زاهية مختلفة التصنيع والاستخدام لقيادة طيران الجيش تحلق الآن في سماء الاستعراض. مرحى لرجال الدفاع الجوي الذي مر من أمام منصة التحية، وها هو رتل الهندسة العسكرية دائما وفي كل مكان.
هذا هو شعار أبطال الهندسة العسكرية الذين سجلوا ولا يزالون أروع القصص والملاحم في سوح الوغى. عجلة باجر بذراع وهي كاشفة للألغام، وتستخدم في تطهير الطرق ومعالجة العبوات الناسفة، وعجلات اختصاصية وعدد تابعة لصنف الهندسة العسكرية. بسم الله. قصيدتي إلى المنصور بالله. إن القيادة للعظماء مشكلة، وجل المعاضل باتت منك تنهزم. فجرت معجزة الكل يعقلها، والنار في قلوب ذوي الحقد تضطرم. إلهام وعلم وإيمان تقود به عراقا دون ذكره التاريخ ينتلم. حضارة بنيت بها الدنيا بأجمعها، تهوي الحضارات لهيبتها وتنهدم وأنت تقودها. بوركت منتصرا وكل القلوب لنبض القلب تنسجم. إن كان حاتمنا قد جاد في كرم، فأنت الجود والكرم. زرعت الود في أطياف موطننا، ومن يزرع الود يعلو ويحترم. حفظت دماء قد تسيل كأنهر، يشهد لك التاريخ والأوراق والقلم. جرح يفيض قروح الثأر مسرعة. مذ جئت أنت بات الجرح يلتئم. جرح يفيض قروح الثأر مسرعة. مذ جاء حيدر بات الجرح يلتئم. عيناك تدمع حزنا حين رؤيتنا، وعين الدواعش تدمع حين تبتسم. عيناك تدمع مأساة لحرقتنا، وعين التماسيح تدمع حين تختضم. أنت الذي جعلت الحشد منتظم، كل الطوائف باتت فيك تلتحم. شعب ومرجع خولناك فاسر بنا. صوتان دوت تسمع من به الصمم. ابشر ننظر إليك نريد الثأر من داعش. تسعد بك الشهداء، تهنى بك الشهداء، تسمو بك الشهداء حين تنتقم. ابشر فإن النصر ساعات مباركة. الله أكبر، بسم الله نغتنم. اصبر وصابر ورابط، أنت قائدنا يا ابن العباد، فيك النصر ينحسم. إذا لم تكن أنت قبطان لدفتنا، تأتي الكواسج طول الدهر تلتهم. إذا لم تكن أنت قبطان لدفتنا، تأتي الكواسج طول الدهر تلتهم. صنف الاتصالات العسكرية عصب الجيش وقلبه النابض يمرون الآن من أمام منصة التحية، فقد كان لمنظوماتها السوقية والتعبوية المشفرة الدور الكبير في دحر الإرهاب الداعشي وتقييد قدراته الاختراقية والتجسسية. فالرابح في المعارك الحديثة هو من يمتلك آخر هوائي وليس آخر رصاصة. تحية إلى رجال الاتصالات العسكرية الأبطال في وزارة الدفاع. صنف التموين والنقل يشارك في هذا الاستعراض البهيج بنماذج من عجلاته الاختصاصية. هذا الصنف الذي يساهم في إسناد القطاعات بمواد تموين المعركة من عتاد ووقود ومياه وأرزاق، ونقل القطاعات العسكرية. تحية لرجال صنف التموين والنقل. ان ضاق يا وطني علي فضاك، فلتتسع بي للأمام خطاك. بك همت أو بالموت دونك في الوغى، روحي فداك متى أكون فداك.
تحية لرجال صنف التموين والنقل. هكذا نحن العراقيون شاء الآخرون أم أبوا، يعانقنا الحب أينما نكون، ويحدو بنا السلام أينما حلت أقدامنا ونبضت قلوبنا، عاشقون بجنون ومغرمون بهيام، كيف لا والحبيب هو العراق. وطني لحبك في العظام دبيب، وبك الأحبة والزمان يطيب، وقلوبنا بك لن تفارق نبضها، وحنينها أبدا إليك عجيب. يا عراق، ما زلنا نزرع لك الوفاء في كل دروب، وما زلنا نحمل لك الحب في كل القلوب، فكيف لا تحلق هامتك حيث عرش الكبرياء، وأنت سيد الأوطان وملهم الشعراء. يا صبر أيوب لا ثوب فنخلعه، ضاق عنا ولا دار فنرتحل، لكنه وطن أدنى مكارمه. يا صبر أيوب إنا فيه نكتمل، إنه العراق الحبيب، وها هم أبناؤه البواسل في يوم نصره الكبير، يستعرضون فرحهم وحبهم للدين والأرض والوطن والإنسان في عيد النصر الكبير. تحية لرجال جيشنا العراقي الباسل، تحية لرجال شرطتنا الوفية البطلة، تحية لمجاهدي حشدنا الشعبي البواسل، تحية لرجال جهاز مكافحة الإرهاب، تحية إلى شعبنا العراقي الواحد الموحد بكل أطيافه وقومياته ومكوناته العزيزة. أطياف هذه الأرض رسم خالد في لوحة تزهو بها الألوان، عنوانها وطن يحيا الجميع به، قصب جبال نخلة وديان. رتل الطبابة العسكرية يستعرض الآن من أمام منصة التحية. هذا الصنف الذي نال اهتماما كبيرا في بناء القوة، واليوم تنمو الطبابة بشكل كبير في الميدان لإكمال منظوماتها كخطوط الإخلاء الطبي، وأدخلت خطوط لتطوير الإخلاء الطبي بواسطة الطائرات، ونفذت تمارين ناجحة بذلك. واليوم يوجد أرقى مراكز للأطراف الصناعية، كما يتواصل بناء المستشفيات والقاعدة الحديثة لتشكيل الخط السريع في إسناد وحدات القوات المسلحة. بورك رجال الطبابة الأمناء الذين أعادوا إلى هذا الصنف الحيوي حيويته المميزة. يقترب الآن أبطال الهندسة الآلية الكهربائية بعجلاتهم الاختصاصية من أمام منصة التحية. رجال كان لهم دور كبير في تأهيل العجلات والمعدات العسكرية. واجباتها الرئيسة القيام بعمليات التصليح والإنقاذ والإخلاء، وها هي نماذج من عجلاتها المستخدمة في واجباتها الميدانية العسكرية. معا
يدا بيد، جيش وشرطة وحشد، لنضع للإرهاب حد، ولننشر الأمن والطمأنينة والسلام في ربوع الوطن، وطن الخير والتكاتف والوئام. لا مكان لداعش بيننا، فها هم رجال الوغى فخرنا، وها هي البواسل عزنا، رمز الشجاعة وعنوان نصرنا. جيش وحشد في القتال بواسل، وفوق الرؤوس الداعشية زلازل، ورجال شرطتنا الوفية بيرق، في كل ساحات الفداء تقاتل. يقترب الآن تشكيل يمثل الانضباط العسكري في وزارة الدفاع، رجال الضبط وعنوان الالتزام، الذين زودوا بالآليات والعجلات الحديثة لإتمام واجباتهم المختلفة. ألف تحية لرجال الانضباط العسكري الغيارة، وهم يشاركون اليوم في استعراض النصر الكبير. بات المحابس بديانة ويخسر اللي يقول طلعا سكتة بالبات اتصم أكبر حلق. احنا متعودين نغلب من زمان وما تعودنا الخسارة، ولا رجف من شيلة المحبس عرق. هو المحبس يعود إلى خنصر الوطن بعد أن تغلب الرجال على الصعاب والمحن. مضيت كالنسر رغم الجرح محتفلا برايتي لم يحطم عزتي الألم. أبني العراق بأضلاعي ومن شفتي، على روابيه غنى وانثنى النغم. مرحى لك يا عراق في يوم نصرك الكبير. آليات مكافحة فض الشغب التابعة إلى وزارة الداخلية العزيزة تمر الآن من أمام منصة التحية. رجال ملتزمون بتنفيذ الواجبات وفرض هيبة الأمن وسلطة القانون في كل زمان ومكان. وها هم آليات الشرطة الاتحادية البطلة، تلك القوة التي طاردت الإرهاب في مختلف مدن العراق وتمكنت منه وقصمت ظهر الدواعش وأذاقتهما الموت الزؤام وشر الهزيمة والاندحار. قالوا باقية هي وتتمدد، فقلنا زائلة وسنضع لإرهابها حد. قالوا أشداء لا ينهزمون، فقلنا جبناء وأمام البواسل لا يصمدون. قالوا يسعون إلى دولة خلافة، فقلنا ما هي إلا دويلة خرافة. قوم أرادوا بأن يبقى الظلام أن يشقى ملاك ويرقى عرشها صنم. صبرا جميلا فهذا الغيم منقشعا، وأنت باق منيعا أنت معتصم. انتصر العراق واندحر داعش والحقد والنفاق، وعادت الموصل حبيبة تطفئ نار الاشتياق. ومر بعين يا قيثارة الزمن، يا واحة اللؤلؤ المنثور في وطني. تحية لكل عراقي غيور، تحية إلى شعبنا العراقي الأصيل، إلى مقاتلي قواتنا المسلحة البطلة. على طريق النصر والسلام نلتقي دائما إن شاء الله في عراق الخير والمحبة والسلام.
كان معكم استعراض النصر الكبير، وختامه يعزف بيننا الآن السلام الجمهوري. يجب على الجميع أن يأخذوا العبر والدروس مما حصل خلال السنوات الماضية قبل